راهو جاي رمضان وهاد الوصفه تستحقوها اكيد. اليوم غندير معاكم فطائر تاع الطاجين ولا خبيزه تاع الطاجين. راح يجوا محشيين بحشوه بنينه ومفرمجين. الوصفه بالتفصيل في قناتي على اليوتيوب كريمه فارس. والمقادير راح يكونوا اسفل الفيديو. هنا عندي ماء دافئ، حليب، عندي ثاني خماره، السكر، نخلطوا كلش. من بعدها دروك راح نضيف الزيت، نعاود نخلط، وفي الاخير راح نجمع بالفرينه. ولا ليفيغ انا هنا كنت درت نص قابصه، يعني غير ملعقه صغيره. ولهنا الفرينه كدخلت لي 4 كيسان ونص. تفاصيل المقادير مكتوبين والتوابل اسفل الفيديو. نجمعوا لاباط تاعنا بلا ما ندلكوها، وايضا ما فيهاش البيض. نخلوها تخمر. هنا عندي بصله راح نقليها، ومن بعدها ثاني هنا عندي بولي اشي. بعد ما يتقلوا لي كلش راح نضيف الفلفله المشويه، طماط ثاني مقطعه مكعبات، نقلوهم مليح، وفي الاخير نضيفوا التوابل كما قلت لكم يكونوا اسفل الفيديو. نقليهم هكا شويه، ومن بعدها نمرق بكاس تاع الماء ونخلوها طيب على راحتها. بعد ما طيب وتنشف معايا نروح في الاخير نضيف لها ملعقه كبيره تكون بومبي تاع فرماج البيدو ولا اي فرماج كان عندكم. نخلوها دركا تبرد ونحضروا لاباط تاعنا. بعد ما تكون خمرت نروحوا نقطعوها هكا الى كريات ونحلوا لاباط تاعنا. شوفوا شكلهم يعني دوائر، نعمروا بالحشو والفرماج اللي كان عندكم يعني اللي تبغوه. نغلقوا مليح ودركا ندخلوها تمتم ونحطوها في الطاجين. سيرون نتوما تاني ديروها في البانيناس كيما تبغوا. هاد لاباط ولا هاد العجينه السحريه ديروا بها واش تبغوا. انا اليوم درتهم فطائر في الطاجين، مي نتوما تنجموا يعني تحطوهم في الفور يجوا بزاف رائعين. شوفوا لي كيفاش جات من الداخل. لاباط تجي كفر طريين طريين، ما تامنوش لسانكم. جامو بارطاج للفيديو واحتفظوا بالوصفه.